ونجحتي يا بنتي نجحتي، حققتي الحلم فرحتي، وسهرتي تعبتي عافرتي، ووصلتي للي بتحلمي بيه، والفرحة دقت على بابك، فرحتي أهلك وصحابك، جميلة في كل أوصافك، ونجاحك لا يعلى عليك. رفعتي راسنا يا تاج راسنا، ما بين صحابنا وبين ناسنا، ونجاح بنتنا شرفنا، اسم الله عليها اسم الله، ويا ألف ميت مبروك ليكي، مسكتي حلمك بإيديكي، والفرحة باينة في عينيكي، من زي بنت اليوم والله. نجحتي يا بنتي نجحتي، حققتي الحلم فرحتي. النهارده بنحتفل بالفنانة الجميلة، مشروع التخرج النهارده رنا النونو. هي النهارده التخرج وعامله مشروع، هي كلية فنون جميلة رنا أيمن فايز، وعايزين نسألها نعمل معاها حوار بسيط عن الفن الجميل. طبعا كل ده هي اللي شغلاه وعاملاه، هي هتكلمنا بقى. نقول لها مبروك. عملت المشروع بتاعي التراث الفلسطيني، تمام، باين الزي الفلسطيني، الطوب والمسجد الاقصى والدبكه والفلكلور الفلسطيني. واحدة عشان نتكلم. مثلا في حاجات عن الاكل الفلسطيني، وهنا في بس هو مش باين، موجود هنا اهو، ده زي العروس الفلسطيني، وده طوب غزه. هو في كذا توب، في نابلس وفي بس انا اخترت الحاجات المميزه طوب عشان احنا من غزه. ودي المسجد الاقصى شويه يومين جميل. طبعا هنا في انفوجرافيك مبين تفاصيل اشهر الحاجات في فلسطين، ملامح التراث، ليه فلسطين مميزه. حلو، يعني هو مشروع كتاب تقريبا كده يعتبر اعلان، دعايه واعلان. جميل، بنهنيها ونبارك لها بصراحه، الفن جميل. طب بالنسبه للوحات بترسميها ازاي؟ دي اسلوب الديجيتال، برسم ديجيتال بالبرامج الالستريتور والفوتوشوب، وفي قطعه واحده مانيوال دي بالالوان الجواش. بس يعني ده كل ده على الكمبيوتر؟ على الكمبيوتر، وبنطبعه. يعني جميل. يعني انت ممكن تعملي غلاف كتاب لو حبينا، تعملي كروت، تعملي اعلان، دعايه، ممكن. يعني مشروع جميل ان شاء الله. ربنا يوفقك وبنهنيكي والف مبروك. طبعا رنا ايمن فايز النونو، هي بتكون بنت اخويا. ما تقربيش